تدري ايش سووا بالامام الحسن؟ ترى مو بس بالحياه، حتى بعد الموت. حتى بعد الموت حمله الحسين وبني هاشم والعباس وكل بني هاشم، حملوه ليجددوا به عهدا برسول الله صلى الله عليه واله. والمصادر عندي، المصادر العامه اكثر من المصادر الخاصه، اخاف واحد مزاجه ما يريد يروق للكلام. جاء مروان ابن الحكم لعائشه قال لها: ان دفن الحسن عند جده ذهب فخر ابيك وصاحبه. مو جوار النبي مدفونين، ما راح يبقى لهم ذكر. قالت: لماذا افعل؟ شنو اسوي؟ قال لها: روحي امنعيه. قالت: شلون الحق ابن عماله حق التشييع؟ راح والجثمان تقدم، اعطاها البغله، ركبت على بغلته، على بغله مروان، وجاءت تعدو خلف التشييع. قالت: لا تدخلوا بيتي من لا احب، لا تدخلوا بيتي من لا احب، يا علي لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. يجيها القاسم ابن محمد ابن ابي بكر ابن اخوها، مو من فقهاء المدينه، قالها: عمه، هاي مصادر انا اقول لك مسؤول عليها، يعني هذا مو مال حكي. عمه، ما غسلنا رؤوسنا من يوم الجمل الاحمر، تريدين الناس ان يقولوا يوم البغله الشهباء؟ هي ما تقولي لي شنو قضيه امراه والله يوم على بعير ويوم على بغل ويوم، وانت امراه لك كيان لك مقام. وبخها ابن اخوها القاسم ابن محمد ابن ابي بكر اللي هو من فقهاء المدينه في ذلك اليوم، فتبعوه حتى بعد الموت، رموا نعشه بالنبال.